الصحابة رضي الله عنهم، وهم هذو ما جيل الصحابة خصكم تعرفون بأن الصحابة هذو أفضل الأمة، ودي عقيدتنا، أفضل الأمة على الإطلاق. حتى قال ابن حزم كل الصحابة في الجنة، ولا يتكلم في الصحابة إلا الزنادقة. لذلك أشار ناظم الرسالة لابن أبي زيد المالكي رحمة الله عليه في نظمه لعقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وأفضل الأمة أصحاب النبي، وأفضل الأمة أصحاب النبي والخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يليه عثمان والتليه في الفضل علي، ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن. الصحابة لا يذكرون إلا بالذكر الحسن. علاش؟ إن هؤلاء كيف قال، وصح عن ابن مسعود أنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلف، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.